الرحيم. يا مرحب بكم، أهلا وسهلا متابعي الأعزاء في أسد معابد مصر، معبد الكرنك. يعني لو كان المعابد أسد فهو أسد معابد مصر، معبد الكرنك، الإبتسوت، الخورنق. يا مرحب بكم، أهلا وسهلا. وقصتنا النهاردة والمعلومة جميلة جدا، يا ريت تتابعوني للآخر. هنا عندنا 3 حجرات، 3 مقاصير. اللي هو المقاصير اللي هو كانت للثالوث. المصريين القدماء عبدوا الآلهة في شكل 3 آلهة، أو الأشخاص دول اللي هم بيكونوا الملك وزوجته وابنه في صورة الإله وزوجته وابنه. يعني في المنتصف هنا كانت مقصورة أو غرفة عبادة آمون رع، وعلى اليمين غرفة عبادة زوجته موت، وعلى اليسار منه يعني زوجة عبادة ابنه خنسو، إله القمر، معبود القمر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإحنا هندخل الآن يعني في داخل المقصورة الرئيسية، مكان عبادة آمون رع، وهنشوف طريقة العبادة كانت إزاي في العصر الفرعوني. بس في نهاية الشرح في معلومة جميلة جدا، يا ريت تتابعونا إن شاء الله. إحنا هنا في الغرفة الرئيسية، الغرفة الوسطى، وعندنا الملك أهو بيتعبد ويحرق البخور. البخور ده حكايته حكاية في العصر الفرعوني، وحتى الآن احنا بنطلق البخور في أماكننا وفي بيوتنا، في أماكننا المقدسة وفي بيوتنا. البخور هنا دخانة البخور، شعلة البخور طالعة. بص حضرتك، البخور ده ليه؟ علشان يحضر الباء. باء مين يا ترى؟ الباء اللي هي روح. الروح مين؟ روح المعبود آمون رع، لأنه كان بالنسبة لهم الآلهة المقر الرئيسي بتاعهم السماء، ووجود الآلهة على الأرض يعني يجي الإله من السماء إلى الأرض لما يشتم رائحة البخور. رائحة البخور. وهنا جعل لي الأنف بتاعته، بص كده حضرتك، الأنف بتاعت المعبود آمون رع مفتوحة حبتين، يعني مفتوحة زيادة يعني، وضامن بقه كده علشان يشتم رائحة البخور. حدث الروح في المركبة وفي التمثال اللي كان يتوسط المركبة دي، الزورق المقدس الخاص بآمون رع. يبقى هنا لما حضرت الروح على حسب المعتقدات المصرية القديمة، يبقى أي حد معاه قربان يقدمه على مائدة القرابين. دي مائدة القرابين وفيها عيش مدور، بص حضرتك، له عيون تمثل الشمس وعين تمثل القمر. النهاردة الشرح بتاعنا باللغة العربية المصرية الصعيدية الفصحى، وبنرحب بيكم متابعية في كل مكان، وأهلا وسهلا بحضراتكم. هنا في ملحوظة، بص حضراتكم، عندنا 3 بطات، بطات أو أوز. بص حضرتك، الطيور ديت مطبوخة محمرة. عرفنا ازاي محمرة؟ احنا لما نروح عند بتاع الشيش كباب في المطعم بيجيب لنا الشيش كباب حضراتكم على ايه؟ على خضرة. بص حضرتك، الشراشيب دي اللي هو هنا دي الخضرة اهي، الشراشيب ديت، وكأنه حاطط اللي هو ال3 بطات دول على البقدونس بتاعهم اهو. طيب المعبود هياكل؟ لا، ده تمثال، ده تمثال. الافكار دي كلها من دماغ الكهنة. طب امال ايه هيعمل المعبود؟ الاله بالنسبه لهم هيشتم رائحه هذه القرابين وخلاص كده. ايه؟ جبل الايه القربان. ما هو كلمه قربان يعني قربه، بيتقربوا من الايه المعبود. طيب قبل؟ قبل خلاص كده، قبل واشتم الريحه. طب امال مين اللي هياكل البط ده المحمر؟ الكهنه. ودي حاجه يعني عايزه يعني تركيز وتفكير. لا، الكهنه. يبقى كل الشغل الشاغل ده من دماغ الكهنة. عندنا المانجا والرمان والعنب والتين، وعندنا الايه القرع العسلي. اوعى تقول لي ده جاي من بره، جاي من مش عارف ايه. لا، ده احنا اساس الحضارة يا ابني، احنا اساس الحضارة. حضارة العالم كله يعني مصنع حضارات العالم. العالم كله مستقي من الحضارة المصرية، زراعة، صناعة، فن، أدب، كله، لغة، كله واخد من حضارتنا.
ما تقوليش لا ده مستورد. طب ليه انت بتقلل من نفسك، بتقلل من حضارتك ليه؟ يعني ما هو موجود اهو، موجود. طب انت عارف الرسمه دي ليها كام سنه؟ 3200 سنه، واحنا عندنا رمان هنا في مصر وعندنا. هتقولي جابوا تحتمس لما راح لا يا سيدي، موجود موجود. هنا بص حضرتك، عندنا الديل. الفكره بتاعتنا بتاعت الديل، الديل ده سواء الملك كان يسموه الكانخت، الثور القوي، فبيلبس الديل اثناء القتال، اثناء المعركه، وهو على فكره جاي لابس تاج الحرب، يعني جاي بياخد الاذن من امون را بانه ينصره في الحرب، ولابس الديل اهو. الديل ده اساسا كان بيلبسه اثناء المعركه العسكريه. طيب هنا المعبود ده مش بيعطروه في طقس ديني اللي هو تعطير الايه، اليوريا اللي هي الكبرى الموجوده في مقدمه المركب. بص كده حضرتك، ده طقس ديني عشان يعطروا الكبرى ديت، ويعطروا مين؟ المعبود. طب يبقى الناس تجيب قرابين يا جمال؟ ايوه تجيب قرابين. على شكل ايه؟ شفنا اهو الفاكهه، وشفنا البط البلد محمر، وادي العيش ابو عيون، عين تمثل الشمس وعين تمثل القمر. طب وايه تاني؟ احنا عاوزين نستفيد. بص حضرتك، دي العطور. عطور كانت زي الكريمات كده، العطور المجمده. بص كده حبيبي، يبقى كده ايه العطر؟ ايوه، هات العطر يا ولد. بص حبيبي، ادي العطر اللي هو كان يجيبوه الناس الاثرياء علشان ياخد ايه؟ ياخد الرضا ويدخل الجنه في العالم الاخر. وده الاسلوب اللي هو بتاع الاثرياء علشان يدخلوا بيه الجنه. طب والناس التانية الفقراء، الاسلوب بتاعهم انه يرضي الملك انه يروحوا المحاجر ويجيبوا حجاره من هناك، وبكده ياخدوا الرضا. طيب انت قلت لنا في فكره هتقولها لنا هنا في المكان ده، ايه هي الفكره؟ بص الثلاثه نيش زي هناك دول عشان وضع الثالوث امون را وموت وخنسو. النهارده حلقتنا جميله جدا، تابعني بس الاخر. بص حضرتك، بالنسبه هنا الملك سيتي الثاني صاحب المقاصير دي الثلاثه اللي احنا بنشرح فيهم، واقف وبيقدم القربان هديه للثالوث امون را وموت وخنسو. بس عايزك لما تاجي هنا وتقرب من الرسمه، بص حضرتك، تبص على الرقبه. بص الرقبه، الرقبه فيها ايه يا عمو جمال؟ بس فيها شرطتين. طب وايه الشرطتين دول؟ دي الفكره بتاعتنا النهارده، ماشي؟ الشرطتين دول يا عمونا، دول معناه انه الانسان بيعدي ال40 علينا وعليكم بخير. بص يا حبيبي، لما بيعدي سن ال40 الحته دي بتكرمش، بتاخد شرطتين. يبقى كده الآلهة دي موقرة، يعني مش لسه صغيرة في السن يعني، لا، الآلهة دي موقرة. امون را واخد شرطتين في الرقبة، وموت شرطتين، زوجته زوجة الجنوب زي ما حكينا قبل كده، وخنسو ابنه رمز الجنوب زي ما حكينا قبل كده، إله القمر، في شرطتين في الرقبة. يبقى الشرطتين اللي في الرقبة ددول بيمثلوا ان الواحد طبعا تخطى سن ال40، ويبقى الشرطتين دول يمثلوا الملك بعد سن ال40 اللي هو سن الوقار. يبقى احنا عندنا هنا امون را وموت وخنسو، وهنا عندنا امون را وزوجته الشمالية امونيت، اسمها امونيت فوق اهو. بص كده، اسمها امونيت فوق التاج الاحمر اللي هو رمز الزوجة الشمالية، امونيت اهو. معلش الشمس جايه في وشي. هنا امونيت فوق في الكتابه الموجوده فوق ديت، في العمود ده، هبص التاني ده امونيت فوق. طيب امونيت وبتاح. طب ليه جابوا بتاح هنا ورا امونيت؟ ده ابن امون را الشمالي، يبقى ده الثالوث الشمالي. انا حكيت ده قبل كده، بس انا بوضح للناس اللي هي ايه ما شافتش. بس احنا بنقول الحته الانترستنج ديت، الشرطتين اللي في الرقبه. ادي هنا كمان عندنا شرطتين اللي في الرقبه، اللي هو ايه؟ عندنا الملك سيتي الثاني، يعني بعد سن ال40. يبقى بعد سن ال40 سن الوقار، سن البلوغ، سن النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا هنا بالنسبة لموضوعنا
الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا عالي على اي تشبيه او اي حاجه، يعني عشان معذره انا بقول لك سن النبوه، سن البلوغ، علشان ما تفهمنيش غلط، عشان ما تقولش جمال بقى ايه بيقارن بين الرسول والآلهة وكده. لا 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 لا، اوعى تفهم غلط. انا بقول لك سن الوقار، سن النبوة، فالشرطين دول بالشكل ده. طبعا حضرتك ايه ان شاء الله يكون معلومة مفيدة. واهم حاجة في كلامنا النهاردة انك تعرف حضرتك انه العبادة كانت في العصر الفرعوني من افكار الكهنة، وهم من يشبهوا الثالوث امون رع وموت خنثو كالملك وزوجته وابنه. شكرا جزيلا، متعكم الله بالصحة والعافية.